في حاجة اسمها المينيماليزم أو بالعربي التبسيط. شعارها هو less is more، يعني الأقل هو الأكثر. يعني كأننا بنكنس حياتنا من كل حاجة ملهاش لازمة شاغلة تفكيرنا على الفاضي. البنات بيفتحوا الدولاب أوقات كتير يحسوا إن عندهم هدوم كتير قوي، بس هما مش عارفين يلبسوا ايه، لأن هما محتفظين بحاجات كتير مش مناسبة. فأول حاجة تقدري تطبقيها كفكرة التبسيط هو الدولاب الكبسولة. يعني ابدأي اتخلصي من كل الحاجات اللي مش مناسبة، واحتفظي بس بالقطع المريحة القيمة أو الحسن اللي هي الشيك يعني، والعملية أو اللي انت بتلبسيها كتير. والباقي مش شرط تتخلصي منهم نهائيا. لو انت مش متأكدة ان انت فعلا خلاص مش محتاجاهم، ممكن تخزنيهم في شنطة وتحطيهم تحت السرير او فوق الدولاب، وبعد 6 شهور راجعي تاني هل انت فعلا محتاجاهم ولا لا. كمان ممكن تطبقي قاعدة داخل واحد مقابل خارج واحد. يعني كل حاجة هتشتريها جديدة خرجي مكانها، يعني مماثل ليها حاجة قديمة. انا مش بتكلم على حاجة تالفة فانت بتجيبي بدلها، او حاجة خلصت زي كريم مثلا فانت بتجيبي بداله، او حد بيجهز بيته لاول مره. لا، يعني بتكلم عن ان انت اشتريتي مثلا بلوزه جديده وانت اوريدي عندك، فخرجي بدلها حاجه قديمه، علشان دايما ما يبقاش فيه كراكيب في البيت. نضفي التليفون من كل التطبيقات اللي انت مش بتستخدميها كتير، وامسحي الصور القديمة، الريكوردات القديمة، او الحاجات المتكررة، الملفات المتكررة. كمان لو انتي متابعة صفحات ممكن تسبب لك ارهاق مثلا، يعني ناس حياتهم فيك قوي او يعني مثالية بشكل مبالغ فيه، الغي متابعتهم. ناس بيخلوكي دايما عندك رغبة في انك تشتري منتجات مش محتاجاها. لو هي حاجة انا اوريدي عندي زيها بس عايزة اصدار احدث، او عايزة اجرب ترند، او عايزة استكشف موضة، فهي حاجة سنوية. لما اجي اشتري حاجة سنوية انتظري 30 ساعة قبل ما تشتريها، او خلينا نقول 48 ساعة يعني يومين. ولو هي غالية قوي استني 30 يوم، لان ممكن يكون اللي عندك ده هو بس اندفاع عاطفي هيروح مع الوقت يعني. حاجة كمان انه لما تيجي تشتري حاجة مش محتاجاها قوي يعني سنوية، قارنيها ب هي تساوي كام ساعة شغل. يعني انت دلوقتي محتاجة تشتغلي كام ساعة علشان تشتري الحاجة دي. فمثال انت محتاجة تشتغلي 10 ساعات، هي راتب 10 ساعات. هل الحاجة دي تستحق ان انت تشتغلي وتتعبي 10 ساعات عشان تجيبيها؟ استثمري فلوسك في التجارب مش في الاشياء. يعني هما العلماء بيقولوا انه لما بنشتري حاجة جديدة المخ بيفرز دوبامين، اللي هو بيحسسنا ان احنا مبسوطين لمدة اسبوعين، بس بعد الاسبوعين دول خلاص بيبطل يفرز الدوبامين ده، وبنعتاد على الحاجة دي. طبعا انا مش بتكلم على ادخار ذهب او عقار، ده بيبقى استثمار للمستقبل. انا بتكلم عن حاجة عادية جدا، مش يعني قيمتها بتقل مع الوقت. البديل انه الافضل استثمري فلوسك في التعليم، في رياضة، في انك تسافري مثلا مع العيلة. طبعا دايما يعني خلي الاولوية للجودة. يعني مش مهم اشتري كمية كبيرة، يعني مثلا هشتري جزمة واحدة بس قيمة وطبية ومريحة، افضل من اني اشتري 5 احذية لكن هما هيبوظوا بسرعة ومش مريحين وهيتعبوني. كمان نحاول انه يكون لينا روتين ثابت، علشان يعني نقلل القرارات اللي بناخدها يوميا. يعني خلي ذهنك صافي لقرارات مصيرية او اكبر. مش كل يوم هتصحي تفكري انا هاكل ايه وهلبس ايه. يعني خلي معروف ان انا بفطر ايه، معروف انا بلبس ايه، يعني ستايل ثابت، روتين ثابت ليومك، علشان ذهنك يبقى صافي. وقللي العلاقات، يعني مش
مش شرط يبقى عندي 100 صاحب. علاقات سطحية، بنضيع وقتنا في مجاملات ملهاش لازمة. بدل ما تكتبي تو دو ليست كبيرة قوي، انه 20 تاسك مفروض تعمليه في اليوم. طبعا انت مش هتقدري تعمليهم، فهتحسي باحباط وتحسي ان انت يومك ما فيهوش انجاز. كفايه 3 حاجات بس مهمه، يعني غير روتيننا الاساسي. يعني احنا بنصحى، بنصلي، بناكل، بناخد شاور، دي حاجات بنعملها كل يوم، فدي مش تاسك. يعني الحاجات المهمه اللي انا هعملها في اليوم ده تحديدا كفايه 3 بس، علشان تحسي ان اليوم فيه انجاز، وعشان كمان عقلك ما يبقاش مشتت. ويعني مفيش داعي اذا انتي وقتك ما يسمحش الزيارات والعزومات يعني الالتزامات الاجتماعية دي، مفيش مشكلة لو اعتذرتي عنها بشياكة. احسن من انه تضيعي الوقت ده وهتقعدي مش مركزة معاهم وهيبقى دمك تقيل. فالاحسن اعتذري يعني. بس كده. لو عجبكم الفيديو مش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. ويا ريت تشيروا الفيديو ده مع صحابكم ومعارفكم علشان عايزين نكبر القناة.